بتبدأ سنة 1954 مع رجل أعمال صغير اسمه راي كروك. هو عنده آلات صناعة مشروب الميلك شيك. بيكون بيتكلم مع صاحب مطعم علشان يعرض عليه الاختراع بتاعه. بيقول إن الماكينة دي بتخليه يقدر يعمل 8 ميلك شيك في وقت واحد. لكن صاحب المطعم بيرفض الفكرة وبيقول إنه مش بيعمل مشروبات في المطعم بتاعه أصلا. ساعتها بيمشي راي وهو متضايق ومحبط ومش عارف يعمل إيه. فبيفضل يلف على كل المطاعم علشان يعرض عليهم الاختراع بتاعه. لكن محدش بيرضى ياخد منه الإعداد. اتصل على السكرتيرة بتاعته علشان يعرف إذا كان في حد طلب الجهاز ولا لأ. السكرتيرة بتقول إن في مطعم في كاليفورنيا اسمه ماكدونالدز طلب منه 6 آلات مرة واحدة. بيش راي وبيحس إن في حاجة غلط، مش قادر يبيع آلة واحدة بس. زي يجي مطعم بيطلب منه 6 آلات ويطلب منها تديله رقم صاحب المطعم علشان يتصل بيه ويفهم منه عايز إيه بالظبط. لما بيتصل بالمطعم بيرد عليه المدير وبيقول له راي إن أكيد في حاجة غلط لأنهم طلبوا 6 ماكينات مرة واحدة. بيقول المدير إن معاه حق فعلا، إن في غلط لأنهم طلبوا 8 ماكينات مش 6. استغرب راي أكتر وبيقول إزاي في مطعم واحد هيعمل كل المشروبات دي مرة واحدة. وبيقرر إنه يسافر كاليفورنيا بنفسه علشان يشوف المطعم ده على الطبيعة عامل إزاي. لما بيوصل بيتفاجأ أكتر لما بيلاقي فيه زحمة كتيرة قدام المطعم. بيقرر إنه يقف في الطابور ويطلب وجبة علشان يجربها. ولما بيوصل وبيجي عليه الدور بيطلب راي وجبة. في أقل من 3 دقايق الأكل بتاعه بيكون جاهز ومعاه المشروب. الأكل متغلف وشكله نضيف. بيستغرب راي وبيقول له أنا لسه طالب دلوقتي، أكيد الأكل ملحقش يجهز. العامل بيقول له ده الأكل بيخلص عندنا في 3 دقايق بس. فبيسأله راي أنا إزاي هاكل من غير شوكة وسكينة وهاكل فين؟ فبيقول له العامل إن المطعم بتاعه مطعم وجبات سريعة وهو يقدر ياكل في أي مكان يحبه، في البيت الشارع أو حتى في العربية. فعلا بياخد رأي الأكل وبيروح يقعد علشان يجربه. في الأكل هنا بيعجبه جدا. بيتفاجئ بقى بشخص اسمه ماكدونالد. بيسأله إيه رأيه في الأكل. بيقول له رأي إن ده أحسن برجر أكله في حياته. وبيعرفه بنفسه إن اسمه راي كروب وهو اللي هورد له ماكينات الميلك شيك. بيعرض عليه ماك إن ياخد معاه جولة في المطبخ من جوه علشان يتفرج على الأكل وهو بيتعمل. وطبعا راي بيوافق على طول وبيدخل معاه المطعم وبيكون مش مصدق نفسه بالنظام اللي بيتعمل بيه الأكل والسرعة اللي بيجهز بيها السندوتشات. وبيقول له ماك إننا لازم نحافظ على الجودة وكل التفاصيل الصغيرة. حتى البطاطس بتاعتنا بنعملها كلها في نفس درجة الحرارة علشان تطلع كلها زي بعض في الآخر. بيكون موجود ديك أخو ماك في المطعم هو كمان. قريب بيتعرف عليهم هما الاتنين وبيطلب منهم إنهم لازم يتعشوا مع بعض النهاردة ويتكلموا أكتر عن المطعم بتاعهم اللي معجب بيه جدا. فعلا بالليل بيتقابلوا هما التلاتة وبيقعدوا ياكلوا مع بعض. وبيسألوا براي الفكرة بدأت معاهم إزاي وإمتى. بيقولوا ماك إنهم فاتحين من سنة 1940. المطعم في الأول كان بيعتمد إن يكون فيه نوع واحد بس من السندوتشات ومشروب. كان عندهم ملاك كتيرة شغالين وبيقفوا قدام المطعم علشان يوصلوا الأكل في العربيات للزباين. لكن مع الوقت قرروا إنهم يلغوا الفكرة دي ويخلوا الزباين تنزل تطلب الأكل بنفسهم من المطعم. بس المشكلة اللي قابلتهم كانت إنهم مش عارفين يخلصوا الأكل بسرعة. وهم عايزين يحافظوا على نظام السرعة عندهم في إعداد السندوتشات علشان تكون دي الحاجة اللي بتميزهم. علشان كده جت لديك فكرة اسمها سبيدي. الفكرة دي كانت بإننا أجرنا ملعب تنس وأجرنا ناس علشان تساعدنا وكأنهم عمال المطعم. وبدأ ديك يقسم الملعب كأنه المطبخ بتاع المطعم بالظبط. ويقسم مكان القلايات والمعدات وكل حاجة. بس المشكلة اللي كانت بتواجهنا وقتها إن العمال بيخبطوا ببعض وهم شغالين ومفيش حرية في الحركة. وبيقرر ديك إنه يخرجهم كلهم بره الملعب ويرسم من أول وجديد. وبيغير أماكن كل حاجة. بيفضل يتكرر كده أكتر من مرة لحد ما في الآخر بيقدر إنه يوصل للشكل المثالي اللي يقدر من خلاله العمال يتحركوا بحرية وينجزوا السندوتشات في أسرع وقت. بدأت فكرة المطبخ بتاعهم من هنا وعملوا الافتتاح. المشكلة إن الناس كانت متعودة على النظام القديم وعايزين يقعدوا في العربيات بتاعتهم ومحدش يتحرك من مكانه والأكل يجيله لحد عنده. علشان كده فكرة الافتتاح فشلت وقتها. فعملوا شوية تعديلات على المطعم على النظام بتاعه وقرروا إنهم يعملوا افتتاح تاني. المرة دي أجروا ألعاب نارية وفرقة من السيرك وناس تعمل عروض علشان تجذب الزبائن تيجي تاكل من المطعم وتدخله. بس المرة التانية الفكرة بتفشل وبيحصل حادثة والعرض كله بيبوظ. ساعتها فكر ديك وماك إنهم بيرجعوا كل حاجة زي ما كانت ويخلوا الناس قاعدين في العربية. بيجيبوا عمال يوصلوا لهم الأكل لحد عندهم في العربيات. لكن وقتها اتفاجئوا بطفل صغير بيخبط عليهم وبيطلب منهم وجبة. ولما يقدموها ليه كانت هي دي البداية. عشان كده من وقتها والناس بقت تيجي وتقف طابور قدام المطعم علشان ياخدوا الأكل بتاعهم. وبدأت فكرة ماكدونالدز انتشار. بعد كده بيمشي راي وبيروح على البيت وبيفضل يفكر ازاي يقدر يستثمر النجاح بتاعهم بصرف. يحاول إنه يكسب من وراهم أي فلوس. فبيروح لهم على المطعم تاني يوم. وبيقابل ديف وماك اللي بيكونوا لسه واصلين المطعم حالا. بيعرض عليهم فكرة جديدة بالنسبة ليهم وهي فكرة الدفاع عن العلامة التجارية. بيقول لهم إنهم يقدروا يبيعوا اسم ماكدونالدز لأي حد في العالم عايز يفتح مطعم باسمهم وياخدوا منه نسبة.
لكنهم بيقولوا له إنهم جربوا يعملوا الفكرة دي قبل كده وفشل، وده بسبب مراقبة الجودة في المطاعم دي اللي بتكون مش سهلة أبدا. والناس اللي بتاخد حق الانتفاع ده مش بيلتزموا بالمعايير بتاعة ماكدونالدز، وبيكونوا عايزين يعملوا سندوتشات خاصة بيهم هم أو بالمنطقة اللي هم فيها. لكن راي مش بيستسلم وبيقول لهم إن الحل الوحيد إنهم يخلوا شخص يشتغل مراقب جودة ويلف على المطاعم دي علشان يتأكد من الجودة بتاعتها ويجرب كل حاجة بنفسه، وبيعرض عليهم يكون هو مراقب الجودة ده ويساعدهم في العملية دي كلها. لكنهم بيرفضوا، بيقولوا إن دي مخاطرة وهيشوهوا الاسم بتاعهم. هما في النهاية بيكسبوا كويس من المطعم بتاعهم. يفضل راي يتكلم معاهم وبيحاول يقنعهم لحد ما بياخد باله من صورة على حيطة لمطعم مطاعم ماكدونالدز، بيلفت انتباهه اليافطة والأنوار اللي فيها، فبيسألهم عن مكان الفرع ده. على طول بيروح بنفسه علشان يبص على الفرع، وبيعجب بيه جدا، يحس إن الألوان بتاعته خطفته من أول ما شافها. وبعد ما بيخلص الرحلة بتاعته بيرجع على البيت وبيتكلم مع مراته الكسرة على اللي حصل في الرحلة، وبيقول لها على مطعم الوجبات السريعة اللي اسمه ماكدونالدز، واللي ممكن يغير مفهوم مطاعم الوجبات السريعة في العالم كله لو اشتغل صح. مراته بتقول إنه مش عايز يعيش على أرض الواقع، وبتطلب منه يبطل يطارد أحلامه ويفكر فيهم شوية، ويفكر إزاي يجيب لهم فلوس. وبتقول له يركز أحسن في إنه يبيع الآلات علشان يعرفوا يصرفوا ويعيشوا. وبيمشي رايه وبيحس إنه محبط ومراته مش مساعداه. بعد كام يوم بيرجع علشان يبيع الآلات بتاعته تاني، لكن بيكون مش عارف يشيل من دماغه فكرة المطعم اللي حاسس إنه لقى نفسه فيها. بيقرر إنه يسافر كاليفورنيا مرة تانية ويقابل الأخوان ديك وماك. بيقول لهم إن تقريبا لف كل البلاد اللي في طريقه ودخلها كلها، ورغم كل بلدة فيها كنيسة ومحكمة، وهو عايز يكون في كل بلدة كنيسة ومحكمة وفرع ماكدونالدز. عايز القوس الذهبي بتاع ماكدونالدز يكون هو العلامة المميزة اللي بتلفت انتباه الناس من آخر الطريق وبتعرفهم إن هنا في مطعم. وبيطلب منهم إنهم يدوله فرصة علشان يمسكوا هو إدارة المطاعم دي. الاتنين بيفكروا مع بعض شوية وبيقرروا إنهم يوافقوا ويدوا راي الفرصة علشان يبدأ يشتغل. ساعتها بيجيبوا العقود علشان راي يمضي عليها. لكن راي من كتر ما هو متحمس مش بياخد باله من البنود اللي في العقود، اللي بيكون من ضمنها بند بيمنعهم من استخدام اسم ماكدونالدز في أي غرض شخصي ليه هو. وكمان من حق ماك وديك إنهم يعملوا أي تعديل على الفروع، في حقهم كمان إنهم يوافقوا أو يرفضوا أي حاجة في الفرع ده. بعدها بيبدأ راي إنه يتحرك وبيروح لرجل أعمال اسمه جاك وبيعرض عليه إنه ياخد منه العلامة التجارية بتاعة ماكدونالدز ويفتح المطعم مقابل نسبة. جاك بيرفض وبيقول إنه خسر فلوس قبل كده لما جرب يفتح مطعم ومش عايز يخوض التجربة دي تاني. فبيكون مش عارف يعمل إيه لأن مش معاه سيولة يفتح بيها المطعم. لكنه بيقرر إنه ياخد قرض بضمان العربية بتاعته والبيت اللي قاعد فيه. فعلا بيعمل كده وبيشتري الأرض وبيبدأ يحضر إنه يفتح أول مطعم خاص بيه هو تحت اسم ماكدونالدز. لحد ما في يوم بتتصل بالسكرتيرة وبتقول إن الشركة كلها عايزة تدخل بنسبة أو تورد بيها المشروبات، وفي المقابل هتشيل جزء من الإعلانات والتسويق. طبعا دي بتكون فرصة كويسة لراي وبتخليه فرحان. بيتصل بديك علشان يقول له، بيرفض ديك وبيقول له إن لو المشروبات بتاعته مش حلوة وما عجبتش الناس ساعتها الاسم بتاع ماكدونالدز كله هيتضرر. وراي بيكون متضايق وشايف إن ديك وماك بيتحكموا فيه ومش هيساعدوه إنه يتقدم، لكنه بيقرر إنه ما يستسلمش ويفتح المطعم رغم كل حاجة. فعلا بينجح إنه يفتح المطعم وبيبدأ راي يشتغل بإيديه ويساعد العمال وينظف الزبالة بنفسه كمان. وبعد شوية بنشوفه هو سهران في يوم مع مراته كيستر إنه معاهم مجموعة من رجال الأعمال اللي هو يعرفه، وبيعرض عليهم فكرة إنهم ياخدوا منه العلامة التجارية ويفتحوا مطعم ماكدونالدز. وفعلا في ناس منهم بيقتنعوا بالفكرة وبياخدوا منه العلامة التجارية. مشكلة من الموضوع لما يوصل لأخوين ماكدونالدز بيتضايقوا وبيقولوا اللي بيعملوا راي ده غلط وممكن يأثر عليهم بالسلب. وراي بيكون شايف إنهم خايفين إنهم بالطريقة دي هيحبطوه، علشان كده بيقرر يلف على الفروع بنفسه ويشوف أخبارهم إيه. ساعتها بيكتشف إن الأخوين ماكدونالدز معاهم حق لما بيلاقي واحد من الفروع مش ملتزم بالمنيو بتاع ماكدونالدز خالص، بيعمل خضار وفراخ محمرة وحاجات تانية من دماغه. ساعتها بيقرر راي إنه يروح يقابل رجل الأعمال اللي بعدهم حق الانتفاع، يقول لهم إن اللي بيعملوه ده مش صح وإنهم كده بيضروا اسم ماكدونالدز. لكنهم بيقولوا له إن الناس في المدينة بتحب الأكل ده وهما بيعملوه علشان يكسبوا منه. متعصب عليهم راي وبيقول لهم إنهم لو فضلوا كده هيضطروا إنه يسحب منهم العلامة التجارية، وبيسيبهم وبيمشي وبيرجع على المكتب بتاعه. هناك بيقابل واحد اسمه جايك بيبيع كتب وبيكون جاي علشان يعرض الكتب دي على السكرتيرة بتاعة راي. فبيفتكر راي إنه يستغله ويشغله معاه في المطعم وبيعرض عليه إنه يكون مشرف على فرع ماكدونالدز في لوس أنجلوس. جاك بيوافق وبيشوف إنها فرصة كويسة. فعلا بيبدأ جاك ياخد باله من المطعم، بيخلي العمال يلتزموا بالقواعد بتاعة المطعم. ومع الوقت بيحس راي إنه بدأ يرتاح وبيقرر إنه يعين مشرف في كل فرع علشان يكون واخد باله من معايير الأكل اللي هم حطوها. ولما بيروح بيقول لمراته على الكلام ده وإن حلمه إنه يوصل اسم ماكدونالدز لكل مكان في العالم الناس كلها تعرفه، بيحس إنها مش مهتمة وبتقلل من الطموح بتاعه. لكن مش بيركز معاه وبيقول لنفسه إنه لازم ينجح ويحقق حلمه. وبيبدأ راي يفكر إن الأغنياء عايزين يكسبوا فلوس وخلاص من غير ما يحافظوا على معايير.
لكن لو اختار ناس حالتها المادية صعبة هيساعدوه ينفذ اللي في دماغه. فأنا بيكتب مجموعة من الشباب وبيقول لهم إن تكلفهم مهمة، إنهم ياخدوا بالهم من المطاعم ويكونوا مشرفين، وبيعين كل واحد منهم مشرف على مطعم معين، وفيهم بيكون راي قاعد في مطعم ومعاه مجموعة من رجال الأعمال عشان يعرض عليهم فكرة المطعم. يقول واحد اسمه فريد بيكون معاه مراته دوان اللي بتشتغل مطربة، يقعدوا معاهم الاتنين. فريد بيقول له إنه عايز ياخد حقوق انتقاء ماكدونالدز في ولاية شيكاغو، مفيش ولا فرع هناك. فبيوافق وبيكون متحمس وبيقول لهم إن حلمه إن اسم ماكدونالدز يكون معروف في العالم كله. تاني يوم بتشوف راي لما بيرجع المكتب وبيقابل السكرتيرة، تعرف إن البنك بعت لهم إنذار وهيحجز على البيت لو مدفعوش الفلوس اللي عليه. فبيتصل راي على ديك وبيقول له إنه عايز يزود النسبة بتاعته في المطعم لأنه بياخد رقم قليل جدا ومش قادر يدفع القروض اللي عليه. ديك بيرفض وبيقول له إن النسبة اللي بياخدها كويسة. قرر راي إنه يروح البنك علشان يحاول يتفاوض معاهم في موضوع سداد الدفعات. بيطلب من الموظف بتاع البنك إنه يحجز على المطعم مش على البيت بتاعه، لكن الموظف بيقول له إن الأرض أصلا مش ملك، مأجرة على مدة 20 سنة بس. بيرفض طلب راي. في الوقت ده بيكون في واحد من موظفين البنك سامع كل الكلام اللي اتقال ده، والموظف ده اسمه هاري. بيستنى لما راي يخرج من البنك وبيخرج وراه بسرعة وبيقول له بيشتغل محاسب وعنده حل المشاكل بتاعته دي. فالغاي بياخده بيروح يقعد في المكتب، وهناك هاري بيقول له إن لو فضل على الوضع ده عمره ما هيكون غني في يوم من الأيام. بياخد نسبة صغيرة من الأرباح، والضرايب والقروض هياخدوا منه فلوس كتيرة جدا وهو مش هيقدر يسددها. اقترح عليه إنه يفتح شركة عقارات ويشتري الأرض اللي بيتعمل عليها مطعم ماكدونالدز، وأي حد عايز يفتح مطعم بعد كده يدفع إيجار الأرض دي ليك أنت. ساعتها هتكون بتاخد إيجار الأرض وبتاخد كمان أرباح المطعم، وبالطريقة دي هتقدر تكسب من ناحيتين وتسيطر على ماك وديك وتبقى قوي منهم. والفكرة بتعجب راي جدا وبيقرر إنه يفتح شركة عقارات وبيشتري مجموعة أراضي علشان يبدأ في التنفيذ. وبعد فترة بنشوف راي وهو قاعد مع جوان مرات فريد في مطعم، وجوان بتقول له إن عندها اختراع هيغير له الميلك تشيك اللي بيعمله. الاختراع ده عبارة عن أكياس بودرة بتعمل الميلك تشيك من غير لبن، كده هيقدر يوفر كمية كبيرة من اللبن وهيكسب أكتر. لما بيعرض الفكرة على ديك بيرفضها، بيقول إنه ممكن الزبائن ما تحبش الفكرة الجديدة وترفضها. بداية راي بحس إنه مش قادر يتحرك براحته بسبب تحكم ديك وماك فيه طول الوقت. من هنا بيقرر إنه يغير اسم شركة العقارات بتاعته ويسميها ماكدونالدز. وطبعا لما الخبر بيوصل لديك وماك، ماك بيتصل بيه وبيفضل يتخانق معاه وبيقول له تستخدم الاسم لنفسك وده مش من حقك. راي بيقول له أنا اللي صنعت شهرة المطعم وخليت ليه 150 فرع في أمريكا في فترة صغيرة. ساعتها بيتضايق ماك وبيفضل يتعصب لحد ما بيقع على الأرض، وعلى طول أخوه ديك بياخده بيروح على المستشفى علشان يطمنوا عليه. هناك بيفاجئهم راي إنه جاي يزور ماك ويديله الشيك وبيقول له يحط فيه الرقم اللي هو عايزه ومقابل إنهم يتخلوا عن اسم ماكدونالدز للأبد ويبيعوه ليه، ويبقى هو المتحكم في كل حاجة. فعلا الأخين بيفكروا مع بعض، وبعد فترة بيرد على راي وبيقول إنهم هيبيعوا الاسم مقابل 2 مليون و700 ألف دولار. راي بيوافق وبيقعدوا كلهم مع المحامين وبيقول لهم إنهم لازم يغيروا اسم المطعم بتاعهم، لأن اسم ماكدونالدز بقى دلوقتي من حقه هو بس، ومش من حق أي حد تاني إنه يستخدمه. لو عايزين يسيبوا الاسم زي ما هو ساعتها يدفعوا ليه جزء من الأرباح ويبقوا فرع زي كل الفروع اللي عنده، والأخين بيرفضوا. قرر راي إنه يشيل الاسم بتاع ماكدونالدز من على اليافطة لحد ما اختاروا نفسهم اسم جديد. وفي نهاية الفيلم بنشوف راي الحقيقي وهو بيقول إن كل الناس كانت بتقول عليه مجنون، إن عنده 52 سنة،